أهلا وسهلا بكم مشاهدينا في بودكاست رمضان الحضارة. إليكم ما هو مفيد في شهر رمضان المبارك عن العتق من النار. العتق من النار في شهر رمضان المبارك. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام أن الله عز وجل أنعم على عباده بمواسم الخير، ويجب أن نعمل الأعمال الصالحة حتى نحصل على الخير والثواب الكبير من الله عز وجل. في هذا الحديث حث على اغتنام أوقات الفضل والخير بعمل الطاعات والبعد عن المنكرات في شهر رمضان المبارك، فلنعلم أن الجنة والنار موجودتان، وأن لهم أبوابا تفتح وتغلق، وعلينا أن ندعو الله أن نكون من عتقاء شهر رمضان، وأن يقبل صيامنا وقيامنا. دمتم بخير، وإلى لقاء آخر. فوزير بودكاست رمضان الحضارة، أجب واربح. ما هو اسم السورة في القرآن الكريم الوحيدة التي ليس لها آية افتتاحية؟